عليكم. دلوقتي هعمل معاكم تجربة كده. هنجرب نعمل دورة غسيل للغسالة، اللي هي دورة تنظيف يعني بالمستك الأورنج. تمام، هوريكم دلوقتي. هحط معلقتين كبار من المستك الأورنج. تمام، جوه الغسالة على طول. هنظبط التلاجة على درجة 90 درجة، يعني المفروض ان هي اقصى درجة حرارة يعني. وهنعمل دورة كاملة عادي جدا. تسرا الغسالة دلوقتي هتبتدي تملى، ونشوف بعد ما تخلص المية اللي هتنزل منها هيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا، انا عايزه اقول لكم ان انا مش حاطه اريال، انا حاطه قدامكم المعلقتين بتوع الميستك الاورنج بس. بصوا المنظر، واكيد بقى ممكن تكون بتدوب الحاجات الاريال، المنظفات اللي هي ماسكه في الحله. مش عارفه، هنشوف دلوقتي لما ننضف كده، لما نطلع الميه ما تفضي، نشوف مع بعض هيبقى شكلها عامل ازاي. ده شكل الميه. انا مش حاطه غسيل، بس الميه سخنه، بس انا شايفه فيه رواسب اهي باينه في الميه. لا بس هي مش رغاوي، هي تقريبا من حركه الميه، لان دي مش رغاوي. لما الميه بس تهدى شويه هنبص عليها كده ونشوف الرواسب اللي نزلت من الحله. انا بص فضيت الميه، فضيت شويه ميه اللي كان من فوق، لان طبعا مش عارفه، الميه سخنه جدا ومش شايفه، مش عارفه اشوف اللي من تحت. بصوا المنظر، بصوا الحاجات اللي طلعت من الغساله من اثر الغسيل. مش يعني ممكن تكون الكاميرا كمان مش مبينه هنا، كله ده تراب، كله ده تقريبا في حاجات مش عارفه شوائب كده اهو. يعني طبعا الحاجات دي بتقلل عمر الغسالة وبتطلع الغسيل دايما مش نظيف. ف يعني الافضل ان احنا نعمل دورة التنظيف دي كل فترة. ده بالمستك الاورنج بس، ما حطيتش ولا خل ولا كربونات ولا الحاجات اللي هي بتتحط وبتأذي الغسالة دي خالص. معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين من المستك الاورنج نضفت الغسالة اهي، بتكمل شطف المية جواها وطلعت كل الحاجات دي من الغسالة. بعد ما فضيت المية خالص اهي، دي حاجات بتبقى يعني في الحله من جوه. من يعني مره الفني بتاع الغسالات كان في مشكله في الغساله، فتحها لقينا بقى الحاجات دي بتبقى لازقه كده في في ظهر الحله بتاعه الغساله. فهو ده اللي بيعمل ان الغسيل ما يطلعش نضيف. طبعا لما بتعملي الدوره دي كل فتره بتنضف الغساله، فبتطلع معاكي الغسيل كويس. شايفين المنظر؟ كله دي حاجات كانت جوه. ده زلط. تمام.